السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كابتن عبد الكريم برحب بيكم. النهارده بقى عايز اكلمكم على ازاي تشتري كلب في كل الاحوال يكون كويس. اول حاجة ما تشتريش الكلب اللي هقولك عليه. لو لقيت الكلب فردي بيتعرض فردي كده لوحده وفيديو متشال وبتشاف لك شكله ما تشتريهوش. استنى يا ماكس، ما تشتريهوش. ليه؟ دي طريقة غلط في اختيار الكلب، ماشي؟ فما حدش يفهم غلط. اختيار الكلب بيبقى على ارض الواقع، يعني انت تروح لمكان الكلب وتشوفه على الارض وتركز في تصرفاته كويس قوي. التصرفات في كلاب بتلعب بطريقه عشوائيه، طريقه عاليه شويه، فناس ما بتحبش الكلاب اللي هي بتلعب قوي. على فكره مش كل كلب بيلعب يبقى ايجابي، في لعب سلبي وفي لعب ايجابي. يعني الكلب اللي بيلعب ايجابي ليا انا ازاي بقى؟ لما تلاقيه لوحده دايما عمال يلعب كده مش ايجابي، لكن بيلعب معايا انا، ملتزم بيا انا، كل شويه عمال يناغشني، رايح معايا شمال رايح معايا يمين، يبقى هو ده الكلب اللي لعبه ايجابي. اللعب السلبي تلاقيه بيلعب لوحده، ممكن يسيبك انت ويلعب مع اخواته، برضه ده حاجه مش كويسه لو انت صاحبه. اوكي؟ طيب انا لما اخش في وسط الكلاب ايا كان عددهم هبتدي اشوف الكلب اللي هو بيلعب اللعب الايجابي دوت وصحته كويسه، الوانه كويسه، ودانه واقفه من بعد الشهرين، ومفيش تريح في رجليه الخلفيه ولا رجليه اللي ورا بتضرب في بعضها. كل الحاجات دي كلها حاجات صحيه. الذكاء بقى لو لقيته بيعض في اي حاجه بيلعب بيها وبيجيبها لك، بيبقى من اول شهرين كمان بيعمل كده وبيجيبها لك، تعرف ان ده كلب ممتاز، وده اللي هينفع في حاجات كتيره قوي، في التدريب وفي حاجات كتير. فاجيبه بقى بعد ال3 شهور. ليه؟ عشان ما تحملش مسؤوليه ضعف المناعه. المناعه بتبقى كامله بعد التطعيم الثالث او التطعيم بعد الشهر الثالث، بيبقى الكلب صحته كويسه، بيعدي بيه مراحل البارفو والحاجات اللي هي بتاثر على بيئه على الكلب من البيئه. وده افضل سن للشراء من الشهر الثالث. في ناس بتجيب 45 يوم ماشي، بس هو كده متحمل. والناس اللي جابت 45 يوم اكيد شافت المشاكل واللي نفق منه الكلب، واللي راح ادى الكلب كل التطعيمات ونفق منه. فاحسن شراء للكلب هو ال3 شهور، واحسن سن للتدريب 6 شهور. المراحل دي ربنا مقسمها. 3 شهور انت بقيت معدي من الكلب من المشاكل الصحيه كلها والتطعيمات والحاجات دي كلها، ويكون متطعم في مكانه، مش تاخده وتطعمه مباشرة. طيب لو هو مش متطعم في مكانه وخدته، يبقى طعمه بعد ايه؟ بعد اسبوع من اللي هو ايه؟ التألف على المكان، يعني يكون اخد مناعة المكان اللي هو اتنقل فيه، وبعد كده اطعمه. خلاص؟ وانت بتطعمه لازم تكون عارف ان هو ما عندوش اسهال، ما عنده حرارته مش عاليه، يعني صحته كامله ما فيهوش اي مشاكل، عشان المصل اللي يخش بيوقع المناعه الطبيعيه، وممكن الكلب ينفق او يحصل له مشاكل صحيه انت في غنى عنها. فطريقه شراء الكلب زي ما قلت لكم فنيا، اختار الكلب اللي هو على ارض الواقع بيلعب وبيلعب ايجابي وملتزم بيك، صحته كويسه، اعصابه شديده، ودانه واقفه، والوانه بقى زي ما انت عايز. اختار في الوان، ما تبصش على الالوان في اول حاجه، لان الالوان في اول حاجه هتبتدي تخليك ما تركز على حاجات تانية. يعني انت ما تنبهرش بالشكل والالوان، لازم تدور على الحاجات اللي هي هتخليك تاخد من كل امكانيات الكلب الاول، وبعد كده اخر حاجه الالوان، انك انت برضو كده هتاخد اللي انت عايزه وكمان اللي شكله حلو. لان في حاجات بتشدك قوي من شكل الكلب ولونه، تخليك ما تفكرش في حاجات تانية اللي هي هتجيلك ايجابيات. نخلي بالنا في ناس كتير قوي اشترت كلاب غير صالحه للحراسه بسبب اختيارها اللي هو مش فني. خلاص؟ لو ان شاء الله الحلقه الجايه هكلمكم على ازاي انتاج الكلب الضخم، واساس الذكاء بيجي منين، يعني الجرو ذكائه بيجي منين، من الام ولا الاب، والنسبه بتبقى كام. خلاص؟ وهقول لكم يعني ايه DNA في الكلاب، وازاي نعمل حاجه اسمها كشف على الكلب من خلال معهد التناسليات. تابعوني ان شاء الله وهتلاقوا كل جديد، وكل حاجات انتوا وقعتوا فيها في غلط هنشوف تصحيحها ازاي. اوكي؟ وكمان في حلقه قريب قوي على موضوع تدريب الاكل، هل هو صح او غلط، قديم ولا جديد، حديث ولا حد مبتكسه.
كابتن عبد الكريم لتدريب الكلاب.